أهلا بيكم. لو عندك جهاز بلاي ستيشن 5 بقاله سنة، سنتين، 3، 5 زي حالاتي، وهريه لعب أنت وأصحابك، ف100% الأداء بتاعه بيقل مع الوقت. وحابب أقول لك إن جه وقت إن أنت تعمل له صيانة، وبما إن الأسعار اليومين دول مش ولا بد، هتعمل لجهازك صيانة ال100,000، هترجع أداؤه وسرعته تقريبا كأنك لسه جايبه جديد. والحلو فيهم إن 5 طرق مجانية. فيديو مهم قوي لأي حد عنده بلاي ستيشن. أنا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. اول حاجه هتفعل البرفورمانس مود، ودي من اهم الخطوات. هتدخل على settings، هتدخل على save data and game app settings، وبعدين هتدخل على game presets وغير الجيم ديفولت لبرفورمانس مود. ده بيخلي الالعاب تشتغل على اعلى فريمات ممكنه بدل الجرافيك التقيل. تاني حاجه هنظبط اعدادات الشاشه صح. هتدخل على settings، وبعدين هتدخل على screen and video، وبعدين video output، وتاكد ان كل دول اوتوماتيك او اون. غالبا هتلاقيهم عندك اوتوماتيك. الفي ار ار، الريفرش ريت، الاوتو لو ليتنسي مود. وطبعا الموضوع بيرجع على حسب الشاشه عندك، بس لو متاحين فعلهم فورا. تالت حاجه ان انت تسرع الانترنت لو واي فاي. لو انت بتستخدم واي فاي ادخل على نتورك سيتنجز، اضغط على اوبشنز من على الشبكه بتاعتك، واختار الفريكونسي باند ل 5G اونلي. ده يا سيدي هيزود سرعه الاتصال وهيقلل اللاج جدا. رابع حاجه ان انت توفر مساحه في الاس اس دي كارد. ادخل على كابتشرز اند بودكاستس، وبعدين اختار تروفيز، وغير سيف تروفي فيديوز لبلاتينم اند جولد اونلي، او حتى نون لو عايز توفر مساحه جامده. النتيجه هتبقى ان انت هيبقى معاك مساحه زياده، وهيبقى الاداء بتاع جهازك احسن. وخامس حاجه وهي صيانه لازم تعملها كل سنه على الاقل مره. اقفل الجهاز تماما وافضل دايس على زرار الباور لحد ما تسمع صوت تنه كده، ده هيحولك على السيف مود. ادخل واعمل كلير سيستم كاش. هتختار اوكي، وبعد ما هتعمل الخطوه دي السيستم هيعمل ريسات كانك لسه فاتحه جديد. بعد ما يخلص هتقفل الجهاز تاني، وهتفضل دايس على زرار الباور لحد ما تسمع صوت التنه بتاعت السيف مود. بس المره دي هتدخل على ريبيلد داتابيز، هتختار اوكي. هياخد طبعا وقت، بس الجهاز بعدها هيرجع كانه جديد حرفيا. سادس حاجه ان انت تركب اس اس دي خارجي، وده فايدته ان هو هيديك مساحه اكبر ولودنج اسرع واداء احسن في كل الالعاب تقريبا. وبكده انت بقى معاك كل الاسرار اللي تخلي البي اس 5 بتاعك يدي اقصى اداء. ولو استفدت يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر خطوه فرقت معاك. وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت اللي فيها معلومات كتير قوي هتفيدك. شكرا جزيلا، وسلام.